فودافون كل مرة بتعمل فيها مكالمة، كل مرة بتتفرج فيها على فيديو، كل مرة بتخش على الإنترنت، وراها مجهود آلاف من الناس، ووراها استثمارات ضخمة جدا عملتها فودافون على مدار أكتر من 25 سنة. Sustainability بالنسبة لفودافون مش مجرد كلمة، ده المايند سيت اللي بنحطه في كل قراراتنا. شراكتنا مع السويدي تيليكوم هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا. الهدف منها توطين جزء كبير جدا من صناعة الأبراج في مصر. كل برج بيتبني مش بس بيوصل الناس ببعض، كمان بيأكد إن التكنولوجي بتحسن حياة ناس كتير قوي، وده اللي كاترين هيوري لنا تأثيره على أرض الواقع. The tower behind me, it's a proof of how Vodafone purpose come to life. Any new communication tower means a new rural community connected to the world, a new family which can communicate, a new student which can learn, or a new business which can grow. And with 5G technology rolling out, we are going to bring even better services to our customers. Today, 100% of the electricity used for our operations is matched with renewable sources, leading to a 54% reduction in carbon emissions in just 1 year. At Vodafone, we use technology to improve people's lives. Now let's see with Ayman how this new connectivity is shaping the future of education. احنا فودافون دايما بنفكر في بكره، بنفكر ازاي التكنولوجي تقدر تأثر تأثير حقيقي ويكون سستينبل ويفيد المجتمع. احنا النهارده موجودين معاكم في واحده من ضمن 300 مدرسه قدرنا ندخل فيها الانترنت ودربنا فيها مدرسين. التعليم بالنسبه لنا ما وقفش عند باب المدرسه وبس، علشان كده استثمرنا في منصه التعليم المجانيه اللي قدر يستفيد منها 2.5 مليون طالب ومدرس وولي امر، وقدمنا عليها محتوى للاجيال الجديده يقدر يساعدهم يكتسبوا بيها خبرات لبكره. في فودافون احنا مؤمنين انه التعليم والتكنولوجيا هم اللي بيأثروا على مستقبل رقمي اقوى. ودلوقتي هسيبكم مع محمود يقول لكم تأثيرنا على قطاع الصحة. احنا فودافون مؤمنين تماما ان اهمية التكنولوجي بتبان لما تلمس حياة المواطن. في القطاع الصحي كل دقيقة بتفرق. احنا فخورين جدا بمشاركتنا للحكومة المصرية ومشروع التأمين الصحي الشامل، اللي من خلاله انشأنا أنظمة متكاملة تساعد على الكشف والعلاج والمتابعة. النهاردة احنا في واحدة من مستشفيات جامعة عين شمس، واحدة من المستشفيات اللي بتقود تحول الرقمي للقطاع الصحي في مصر. ومن خلال السيستمز اللي أنشأناه هذا قدرنا نقلل وقت انتظار المرضى أكتر من 30%. ده مش مجرد تطوير، ده ريل ترانسفورميشن بتحصل في القطاع الصحي المصري. احنا قدرنا نخدم 13 مليون مصري، وده بيأكد لنا دخول التكنولوجيا مش بس بيسهل الحياة، لا ده كمان بيخلق مستقبل، وده اللي شاهيناز هتحكي لنا عنه دلوقتي. فودافون كل عميل له حكاية، وإحنا مهمتنا نقدم خدمة مميزة، وعلشان كده بنطور حلول ذكية بتخلي التواصل مع العملاء أسهل وأقرب، بداية من توبي تشات اللي بيكلم لغة العميل، وإلى خدمة الصم وضعاف السمع اللي ابتديناها في 2016، والسنة دي استقبلنا 35,000 طلب دعم. والتكنولوجيا الحقيقية هي اللي بتفتح الباب للكل، وده اللي كريم هيكمل يحكي لنا عنه. احنا فودافون مؤمنين ان التكنولوجي من اهدافها الاساسيه هي تطوير واثراء حياه البني ادمين. واحنا فودافون كفريق عمل بنجتهد كلنا ان احنا ازاي نعرف نقدم تكنولوجي تحسن من حياه العملاء بتاعتنا. بدايه من العميل اللي محتاج متطلبات جامده جدا، ليه عميل لسه بيبتدي رحلته مع الانترنت. مش بس كده، احنا عملنا كمان اول محفظه الكترونيه في مصر في 2013 اللي هي فودافون كاش. النهارده عليها اكتر من 24 مليون عميل بيعتمد عليها. ومش بس كده، احنا رحنا عملنا للعميل ده انا فودافون، اللي العميل يقدر يخش من عن طريقها يعرف الرصيد بتاعه، يحول فلوس،
يشتري حاجات، يدفع فواتير عليه، كل ده بكليك اوف باتن. وهسيبكم مع نجلة تحكي لكم ازاي بنعد فريق العمل، لان ده يبقى المنتاليتي بتاعنا. في فودافون التكنولوجي هي اللي بتجمعنا مع بعض، بس الناس اللي ورا التكنولوجي هي اللي بتحركنا. أكتر من 10,000 موظف بيجمعهم كالتشر فيه احترام وإبداع وانتماء. إحنا بنستثمر في موظفينا وفي بيئة العمل اللي بتحسس كل واحد إن هو جزء من قصة نجاح كبيرة. السنة دي فودافون مصر اتصنفت كأحسن بيئة عمل للمرأة في Best Place to Work، ودي واحدة من جوائز كتير في الدايفرسيتي اند انكلوجن فعلا بنفتخر بيها. بس قيمتنا الحقيقية مش في الجوائز، قيمتنا الحقيقية في الناس اللي بتحول الرؤية لواقع بيخدم ملايين المصريين. احنا فعلا مع بعض.